رجلا يوم القيامة يأتي بسجلات كأمثال جبال تهامة، وعمله الصالح قليل في كفة حسناته، كفة سيئاته جبال من السجلات كجبال تهامة. فيقول له الله: عبدي ظلمك ملائكتي؟ كتبوا عليك شيء أنت ما سويته؟ قال: لا يا رب، والله ما ظلموني، والله كلها أنا اللي سويتها، والله كل هذه ذنوب أنا عملتها. اعترف. طيب عبدي هذه هي بس حسناتك؟ والله في شيء ثاني؟ يا ربي هذه بس حسناتي، والله ما سويت غيرها، ما عندي. تيقن العبد أنه من أهل النار، لأن خلاص سيئاته ثقلت وموازين حسناته خفت، والحسنات قليلة في العين والسيئات كجبال تهام. فيقول الله عز وجل له: عبدي لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن لك عندي أمانة قد استودعتها عندي وحفظتها لك، واليوم أخرجها لك. فرح العبد، يحسب أنه جبل بيسقط، فينظر فإذا ببطاقة ورقة صغيرة نازلة من فوق من قبل العرش، فيقول في نفسه: وش تسوي هذا؟ ما تفيد هذه الورقة من هذه الجبال. فإذا وقعت تلك البطاقة في كفة حسناته ثقلت، لأنه لا يمكن أن يكون قولا أثقل من كلمة التوحيد. فينظر فيها فإذا مكتوب فيها: لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.